انا بس بوجه رساله للاستاذه الاعلاميه القديره ياسمين عز اللي كانت بتدافع عن الرجاله، ربنا يبارك لها ويطول في عمرها. إيه، قالت ان الراجل المصري عباره عن قطعه فنيه اثريه ولازم تحطيه في النيش لان ده راجل اثري. طب انا سؤال، بس انا عندي النيش هنا ست الكتكوت انت، ومش عارف اتحط فين. انا عايز اتحط، انا راجل عايز ابقى راجل اثري وعايز اتحط بقى ايه، راجل مصري يعني. الصلاة على النبي، عايز ابقى راجل مصري وعايز اتحط في طب اتحط جنب كاس العالم ولا كاس افريقيا، ولا اتحط فين، ولا اتحط جنب الفنجان ولا البراد، ولا جنب شواك المعالي ديت، ولا اتحط جنب الاطباق هنا، ولا مش عارف اتحط ولا جلم النجار يعمل لي بقى نيش على مقاسي عشان انا راجل معلش 2 متر في 4 متر عرض يعني، ولا اعمل ايه؟ بس قولي لي طيب. يعني انت بتشبهي، انت بتطلع تدافع عن الراجل المصري يا ياسمين يا عز، ها؟ وتقول راجل مصري شبه القطع الاثريه حطيه في النيش. نيش ايه؟ انت بتطلعي تهزقي المصريين، بتهزقي الراجل المصري وتبقى دافع عنه. اسكتي خالص، اسكتي خالص، اسكتي خالص، بلاش فضايح. انت كلها بتتكلمي ما بتدافعيش عن الراجل المصري. انت بتخلينا مسخره قدام العالم. ارحمينا شويه. وبعدين قولي لي اتحط فين هنا، اتحط فين؟ مكان ضيق عليا، انا راجل طويل وعريض. ولا اعمل نيش تاني ليا انا بس؟ ولا ايه بالظبط؟ ولا ايه؟ ولا قطعه اثريه ليه؟ حد قالك ان انا معلش امون حطب ولا امون رخ ولا امون عقع ولا؟ يا شيخ ارحمينا بقى، يا شيخ بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بقى.